السلام عليكم. تحية كشفية صادقة وكلمة الله هي العليا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صانعو الأثر. صانعو الأثر برنامج حواري يستضيف في كل حلقة ضيفا جديدا نستفيد معه من تجاربه السابقة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: الكشفية كمدرسة للحياة، كيف تبنى الشخصية وتعلم القيادة. في هذه الحلقة من برنامج صانع الأثر نغوص في أعماق الحركة الكشفية ونكشف كيف تساهم في بناء شخصية الطفل والشاب من خلال منهج تربوي متكامل يرتكز على قيم المسؤولية، الانضباط، المبادرة وكذا التعاون. نفتح النقاش حول كيفية صناعة القادة داخل المخيمات، وكيف تترجم القيم الكشفية إلى ممارسات عملية تغير السلوك وتنقي الروح وتثبت روح المواطنة والانتماء. ضيف حلقتنا لهذا اليوم قائدة كشفية، عضو القيادة العامة لمنظمة الكشاف التطوعي، أستاذة لغة الفرنسية، حاصلة على الشارة الخشبية من الدرجة الثانية. فلنرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم القائدة وئام البويحية. مرحبا قائدة. مرحبا بك جنة، شكرا قائدة على الاستضافة. شكرا قائدة. كباقي الحلقات ديال البرنامج غادي نبغيو نطرحوا السؤال اللي هو بديهي بالنسبه للمشاهدين ديالنا، اللي هو واحد التعريف على القائده وئام بويحية. من هي القائده وئام بويحية؟ قائدة وئام بويحية من مدينة سلا، عضو قيادة عامة، حاصلة على الشارة الثانوية وأستاذة تعليم ابتدائي لغة فرنسية. التحقت بالكشاف التطوعي سنة 2014 إلى يومنا هذا. تبارك الله تبارك الله قائدة. الكشفية مدرسة للحياة، العنوان ديال الحلقة ديالنا لهذا اليوم. شنو اللي كيخلي الحركة الكشفية فعلا مدرسة للحياة قائدة؟ الكشفية هي فعلا كما قلتي مدرسة للحياة، لأنها كتنمي جوانب متعددة في شخصية الطفل أو الفرد بصفة عامة، من خلال داك التنوع ديال الأنشطة اللي كتحاول أنها يواجه تحديات الحياة بكل ثقة ومسؤولية. كما كنعرفوا أن الكشفية هي كتعتمد في الأساس على التعلم بالممارسة وماشي ماشي التعلم كما كنقولوا بالطريقه الاكاديميه للتلقين. كتخليه ينمي مهارات عمليه اللي يقدر يحتاجهم مثلا في حياته اليوميه، كتنمي فيه ولا كتزرع فيه روح المواطنه، وكتخليه انه يكون فرد فعال في المجتمع من خلال ديك الانشطه التطوعيه اللي كنديروا والخدمات المجتمعيه. ايضا كتنمي فيه الشخصيه ديالو وكتعزز ثقته في نفسه، وايضا كتعلموا انه يتحمل المسؤوليه. وكما كنعرفوا ان قانون الكشاف كيحمل مجموعه من البنود اللي منهم مثلا الصدق والوفاء والحب الحيوانات والنباتات الى غير ذلك. شكرا قائده. غير هو ما كرهتش نعرف او تزيدي زعما تشرحي لنا كيفاش كتنمي البرامج الكشفيه الشخصيه القياديه لدى الفتية والشباب. نعم، لن نختلف جميعا على ان الكشفيه هي فعلا واحد البيئه اللي كتخلي الفرد انه يربي شخصيه قياديه من خلال التنوع ديال البرامج والانشطه اللي كنديروا. كيحاول الفرد انه يعزز ثقته في نفسه، انه يواجه تحديات مختلفه، ايضا ليسبري ديكيب اللي تيكون، وايضا كيفاش يتعامل في المواقف الصعبه ويكون عنده راي كذلك. طبعا قائده، حتى انا كنشاطرك الراي، وبغيت نعرف بالنسبه لك شنو الفرق ما بين القائد الاداري والقائد التربوي داخل العمل الكشفي؟ القائد غادي نعطي مثلا في مخيم، الفرق بين قائد كشفي قائد اداري وقائد تربوي.
كلا القائدين دورهم مهم داخل المخيم كما كنعرفوا. فالقائد الاداري كيختص بكل ما هو مثلا اوراق اداريه، كتبدا من بدايه ديال ندفعوا الاوراق مثلا الجهات المختصه باش ناخذوا مخيم، مثلا داك التواصل بين العائلات والاطفال اللي غيكونوا مشاركين في المخيم، مثلا كيكون عنده تواصل من الجهات المختصه ديال النقل مثلا التغذيه التمويل الى اخره. بينما القائد التربوي مهمته هو داك التواصل بين القاده، بين مثلا الافراد ديال المشاركين في المخيم من اشبال وكشافه وجواله، وخلق واحد الجو اخوي كيغرس فيهم القيم والمبادئ ديال الكشفيه. واش ممكن تشاركي معنا امثله حيه من بعض المخيمات والانشطه اللي ساهمت فعلا في تغيير السلوك ديال هاد المشاركين؟ مثلا جاتني دابا الذاكره مخيم اسفي، ما تذكرتش بالضبط السنه اللي كنا خيمنا في مخيم البدوزه. هذاك المخيم كان عامر بالاطفال اللي عندهم مشاكل اما نفسيه او لا مثلا مشاكل في العائليه، كاين اللي الوالدين ديالو كانوا في حاله طلاق، مثلا كانوا اطفال ديال التوحد. كان واحد الطفل ديال مريض بالتوحد في الاول كان بدا لي الخلاف معاه من القطار، كان كيصاوب واحد الاشكال بالبقايا ديال الالومنيوم، وانا ملي كنت كندور كنجمع حاشاكم الازبال جمعت ليه هذوك الاشكال اللي صاوب، فكان ناض واحد الصداع كبير وكانوا دخلوا القاده، حيت انا ديك الساعه كنت باقي ما تعرفت على ان داك الطفل كان مريض. في خلال المخيم هذاك الطفل اللي كان منحاز في واحد الزاويه بوحده، يوم عن يوم كانوا يعجبوه البرامج اللي شافهم مختلفين على الجمعيات، وبدا هو كيشارك وحب داك روح ديال التطوع، حب روح المشاركه والعمل الجماعي. هذاك كان بقى لي راسخ في الذاكره اليوميه هذا. تبارك الله، حيت هذا كيتحسب نوع من انواع التحديات نعم. اللي كتكون تجاه النفس. بغيت نعرف عاوتاني قائده ابرز، باسكو هضرنا على التحديات، شنو هما ابرز التحديات اللي كتواجه بناء الشخصيه الكشفيه ولكن في ظل التكنولوجيا السريعه اللي وصلنا لها في العصر ديالنا الحالي؟ نعم، مؤخرا في المخيمات الأخيرة ولينا كنلقاو تحديات كبيرة مع الأطفال مدمني الشاشات والألعاب الإلكترونية، بحيث أن ما بقاش عندهم رغبة في أنهم يبذلوا مجهود بدني، كيجلسوا ساعات كثيرة أمام الشاشات، ولات عندهم قلة ديال التركيز، قلة ديال الصبر ديال أنهم يبقاو كيلعبوا في واحد اللعبة اللي تقدر تجيهم مملة عكس داك الالعاب الالكترونيه. كاين بزاف ديال التحديات صراحه اللي خص البرامج الكشفيه الان تحاول انها تواكب العصر وتحاول انها تدخل بعض التحسينات على البرامج نعم، باش نواكبوا العصر ونواكبوا التطور ديالنا. احسن ما يخلي هذا الشيء هذا اثر في وليداتنا. نعم. كيفاش يمكن لنا نضمنوا الاستمراريه ديال هذا الاثر التربوي بعد انتهاء المده ديال النشاط او المخيم على سبيل المثال؟ احسن حاجه هي المتابعه، اما يكونوا مثلا مشاريع غير في مثلا خلال منصه الفيسبوك، او مثلا ولينا كنشوفوا عزوف ديال الاطفال على دور الشباب، مابقيناش كنشوفوا دور الشباب نشيطه بحال سابقا. علاش ما نحاولوش اننا نرجعوا لذوك الايام السابقه؟ كاينين صراحه بزاف ديال الاشياء اللي ممكن انها دار نواكبوا بها الاثر ديال الانشطه. وعلى ذكر الاثار قائده وئام، نرجع معك عاوتاني العنوان ديال البرنامج ديالنا اللي هو صانع الاثر. ما كرهتكش تعطيني شي شخصيه او حدث اللي ترك اثر في المسار ديالك التربوي؟ غادي نبدا بشخصيه الاب ديالي، هي اللي صراحه كانت مؤثره جدا في حياتي بحكم انا قريبه من الاب ديالي بزاف، كنتشاركوا بزاف ديال المواضيع تقريبا يوميا وجلسات طويله. عزز في صراحه جميع الصفات والمميزات ديال القائد. كنظن ان الوالد ديالي هو اللي كانت عنده اللمسه باش غرسهم فيا، زائد ان اول تدريب وزاري ديالي كان في بن صميم، هو فين كنت تلاقيت القاده من بينهم القائد ياسين سيدرين، تحيه ليه من هذا المنبر، وايضا القائد سيمو ايت من جدي وقاده اخرين، ولكن هاد جوج عندهم بصمه.
في داك سنة 2014 كنت درت أول رحلة مع منظمة الكشف التطوعي، وتما فين لقيت راسي، حيت جربت انني نكون مع جمعيات ما لقيتش ما لقيتش راسي كما كنقولوا، ما لقيتش نفسي. فكانت الانطلاقه ديالي معهم في سنه 2014. كنظن ان هذا هو الحدث اللي صراحه اثر فيا، حيت داكشي اللي بغيتو واللي كنت كنقلب عليه هو اللي لقيته في الكشاف التطوعي خصوصا. انت كأستاذة بالتعليم الابتدائي وفاعلة كشفية، كيفاش كتوفقي ما بين المجالين؟ صراحة في المدة الأولى ديالي بالتحاقي بسلك التعليم كنت لقيت شوية صعوبة أنني نبقى مع الكشاف التطوعي، بحكم أنني كنت بعيدة على مدينة سلا، وأنا ولفت أنني نشط مع القاعدة ديال مدينة سلا، فكنت شوية بعدت على الميدان الكشفي. ولكن غير دخلت لسلا حاولت أنني نوفق بين الدراسة والعمل وأيضا الشوكة ديال الكشفية. واخا اذا بغيت نعرف واش فعلا الميدان الكشفي فادك في الدومين بروفيسيونيل ديالك، اي في مجال التدريس، واش كان بصح كاين اثر او استفاده من هذا؟ أكيد حيت أنا أول فئة عمرية كنت شديتها في المخيم كنت قائدة هي فئة الأشبال والزهرات، وكنت كنشد بزاف فئة ديال الأشبال. التعامل ديالي مع الطفل خلال ما عقلتش تقريبا شحال من سنة في المخيمات، ولكن حسيت بها انها عاونتني بزاف انني نفهم شخصيه الطفل، كيفاش كيفكر داك الطفل، كيفاش نقدر انني نتعامل معه ونحببه فيا ونغرس فيه قيم ومبادئ. وبقى كنعقل في السؤال الشفوي، حبيت انني نذكر للجنه انني عضو في منظمه كشفيه وهضرت شويه على الكشفيه، وكنظن هذاك هو السبب لانني تقبلت في التعليم، حيت كان واحد السؤال ديال واحد الاستاذ ديال انني انت بما انك في الميدان الكشفي ومشيتي للجبال وعشتي في الجبال وانا جبليه اصلا، فغادي يكون سهل عليك انك تمارسي مهنه التعليم. وفعلا حتما غيكون في الافيكتاسيون الاولى كتكون في شي فيلاج ولا في القرى. تبارك الله قائده، شكرا. من خلال التجربه ديالك كقائده وئام، شنو اللي كيميز العمل في قسم الاشبال والزهارات عن باقي الوحدات؟ اللي كيميز القسم ديال السرب على باقي الوحدات هي ان الشبل اولا الزهره كيكونوا مازالين فتيين، تقدر تغرس فيهم مبادئ وقيم ديال غنرجعوا للشخصيه القياديه اللي غيتميز بمهارات متعدده، عكس ان مثلا الى التحق بك كشاف او مرشده او جوال او دليله اللي كتكون اما عندهم خلفيات مسبقه وكيكون الطفل كبر شي شويه ونضج وخدا من المدرسه بعض العادات والمهارات او قيم مثلا نقدروا نسميوهم. هذا ما كان ممكن كتكون بعيده على المهارات الكشفيه. نعم، هذا اللي كيخلي ان هي كقائد تماما. واش كتشوفي قائده بصح بانه كاين فرق ما بين تفاعل الاشبال والزهرات في الكشفيه والتفاعل ديالهم داخل المؤسسه التعليميه مثلا؟ اكيد غادي يكون فرق، حيت في الميدان الكشفي كتكون شويه ديال الحريه غنقول نوعا ما في داك البرامج والانشطه، بينما في المؤسسه كيكون واحد تقيد شي شويه بنوع ديال الانشطه اللي خصنا نمارسوا معهم. الكشفيه داك مثلا الانشطه اللي كيواجه فيها راسو وكيتعرف فيها على شخصيته، كما كنقول كاينه شويه ديال الحريه، غيكون طبعا اختلاف بين الميدان الكشفي والمدرسه. وبطبيعه الحال كتكون ديما الكفه ديال الكشفيه هي كتكون نعم عندها وزن غالبه. نعم. ما كرهناش ايضا ان علاش ما يكونش شراكات في جميع المدارس في المغرب ديال الكشفيه، انها تدخل ولو غير يوم واحد ما نقولش يوم واحد، ولكن مهم ساعتين في الاسبوع للمدارس حبذا. هذا الشيء كنشوفوه فعلا في بعض الدول الغربيه اللي كيكونوا متشبتين بهذه القضيه هذه ديال كيأكدوا على ان وليداتهم ضروري خصهم يدوزوا ويمارسوا الحياه الكشفيه. واخا قائده، واش كاين شي اختلاف بالنسبه لك
في التأطير ديال الأشبال والزهرات؟ كاين شويه ديال الاختلاف بالنسبه ليا انا كشخص، حيت اول مره كنت شديت الزهرات. التعامل مع الزهرات خص تكون شويه ديال اللطافه وتكون شويه حنين، عكس انك تتعامل مع الاشبال. السنوات اللي من بعد لقيت راسي انا مع الاشبال اكثر مع الفتيات، بحكم انا شويه صارمه، والبنت كما قلت خصك تخدم معها شويه ديال الحنان واللطافه. فطبعا كاين اختلاف بين الانثى والذكر اكيد. انت كتفضلي تأطير الذكور. الذكور على الزهرات. واخا قائدة، شكرا. شكرا. تبارك الله قائدة، شكرا. ما كرهتكش تعطينا شي كلمة ختامية للجمهور المتابع للبرنامج ديالنا؟ مرحبا. انا كنشوف ان القسم او والساحه الكشفيه الهدف ديالهم واحد، هو انهم يخلقوا واحد البيئه للطفل اللي فيها غادي نقدروا نخلقوا جيل قوي، جيل واعي ومثقف، جيل قادر انه يتحمل المسؤوليه وكذلك يخدم بلادو. كنآمن ان الدروس ما كتعطاش فقط بالكلام اولا بالدروس اللي كنلقاوه في الاقسام، وانما كندوزوا الرساله بداك الحب اللي كنزرعوه في الاطفال بالقائد القدوه مثلا او الاستاذ القدوه. لذلك كنشوف ان الكشفيه والاستاذ هما بجوج، القائد في الساحه الكشفيه والاستاذ في القسم بجوج كيحاولوا انهم يبنيو لنا جيل قلت واعي ومثقف، وايضا قادر على انه يتحمل المسؤوليه ويواجه عقبات الحياه. انا كقائده وكاستاذه غادي نكمل في الرساله ديالي في اي مكان وباي وسيله. وككلمه ختاميه كنحب انني نشكر القائد ياسين سدريم على هذه الفكره الابداعيه اللي ديما كيعودنا على الافكار ديالو الجميله. نشكرك قائد على حسن الاستضافه. ما دمنا اننا لابسين الفولار الاخضر لكشاف التطوعي، فدائما غادي نبقاو نمروا الرساله بكل حب وشغف في اي مكان وباي وسيله. شكرا. شكرا جزيلا لك قائدة وئام على هذا الحضور الجميل وعلى قبول الدعوة ولا تكبد عناء الطريق. نتمنى لك مسيرة موفقة إن شاء الله. صانعو الأثر ليسوا فقط من يظهرون في الواجهة، بل من يشتغلون في الظل أيضا ويتركون النور في عيون الآخرين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع أثر جديد ووجه جديد من وجوه العطاء. كنت مع برنامج صانعو الأثر.